بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. مروحة ستاند توشيبا زي ما حضراتكم شايفين، قطعة خالص. هنوصلها على الكهرباء مع حضراتكم ونشوف العطل. هذه المروحة وصلناها اهيت، بندوس على الأزرار بتاعتها مفيش أي استجابة خالص. طيب العطل ده ممكن يكون من ايه؟ ممكن يكون الكهرباء مش واصلة للموتور، يعني ممكن يكون الكابل أصلا قاطع، وممكن يكون مفاتيح الروزيتا بتاع التشغيل ديت ممكن تكون هي قطعة وهي اللي مسببة العطل ده، واحتمال يكون لا قدر الله الموتور. هنفكها مع بعض ونعمل شوية فحوصات كده ونشوف يا ترى العطل من ايه او المشكلة فين بالظبط. خليكم معانا. هذا المكثف اهوت هنشيله يا حضرات، مش عارف باين في التصوير ولا لا. 3 ماكرو هنقيسه على الافو ونشوف عامل معانا كام. هذا المكثف يا حضرات 3 ماكرو زائد او ناقص نص في المية، يعني ممكن يكون 2.5 ماكرو، ممكن يكون 3.5 ماكرو. في النطاق ده يبقى سليم، اقل من كده يبقى تالف. اداني 2.5 اهوت، يبقى كده معناه ان هو سليم، مش هنحتاج نغيره. طيب هنوصله تاني ونشوف المشكلة فيه. هذا المكثف وصلناه وبسطرناه اهوت عشان نمنع اي شورت اثناء التشغيل، وهنبدأ ندور نشوف العطل من جاي منين بالظبط. ده فردة كهرباء مباشر اللي هي داخلة على المكثف، ودول 3 ألوان دولت السرعات. هنحل الروزيتا اللي تحت ديت ونشوف المفاتيح ممكن يكون العطل جاي منه. بعد ما حلينا الستاند يا حضرات كله اهوت وطلعنا الروزيتا ديت، لان قلت لحضراتكم ان انا شاكك فيها، فعلا طلع فيها مشكلة. بصوا حضراتكم الفيوز ده قاطع، بنقيسه بالافو على وضع الجرس بالشكل ده، قاطع معايا خالص اهوت، مفيش اي استجابة. فهنغير الفيوز او هنعمل كوبري مكانه، بعدين نشوف الدنيا فيها ايه. انا شلت الفيوز اهوت لانه ما عنديش فيوز زيه، عملنا عليها كوبري نجرب بس. لو نضعت معانا يبقى المشكلة كانت في الفيوز ده بس، وعلى كده وخلاص. هنجرب كده بس، هنجرب على السريع علشان ربنا يستر، ربما يكون في مشاكل تانية. احنا وصلنا المروحة على السريع زي ما حضراتكم شايفين. السريع مسرية لان مشغل على اقل سرعة، والروزيتا في ايدي اهيت، والموتور اشتغل زي ما حضراتكم شايفين، والمروحة اشتغلت. وبالشكل ده يا حضرات يبقى العطل كان في الفيوز بس. هنغير الفيوز او هنعمل عليها كوبري ونلحمه ونقفل المروحة، والمروحة كده اشتغلت ومفيش فيها اي مشاكل. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وكومنت وشير، ولو اول مرة تشوف القناة اشترك وفعل زر التنبيهات على الكل حتى يصلك اشعار بما نقدمه من حلقات. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.